الدارجة المغربية تصل حتى إلى المشرق إن شاء الله. العربي. جميل جدا سي بدر الدين. عقود من العمل في العمل واش وصلت بعدا سير 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 وصلاتهم سير سير وديروا النية. لا ما تخافش ان شاء ما الله. تخافش. معتصم من الإعلاميين الذين كانوا ما شاء متابعين الله. عن كثب تحياتي إليه. للمنتخب المغربي في المونديال. سي بدر الدين، عقود من العمل في عالم الإعلام الرياضي. أكيد مررتم بمراحل فارقة في مساركم المهني، سواء تعلق الأمر بالأتراح أو حتى بالأفراح، ولكن أعتقد بأن يوم أمس في كيغالي كان يوما مشهودا. أولا ثقافة العرفان والاعتراف بالجميل من طرف من يصنع الكرة الأفريقية ويقوم على تسييرها اليوم وحتى العالمية بحضور أنفانتينو، كانت حاضرة بتكريم الملك محمد السادس بعد إقلاع رياضي خاصة في عالم كرة القدم شهدته المملكة المغربية، ولكن لحظة تاريخية أخرى تجمع ما بين قارتين بإعلان ملكي عن دخول المغرب في ملف تنظيم مشترك لكأس العالم مع إسبانيا والبرتغال. كيف عشت هذه اللحظة التاريخية؟ ذات السعادة التي عشناها في أعقاب الإنجازات الرائعة للفريق الوطني، عندما كان يمتع كل العالم، يبهر كل العالم في ملاعب قطر، وهو يحقق إنجازا تاريخيا بوصوله إلى الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز. سعادة كبيرة، فخر كبير بأن ترى ملكك يقف على قمة كرة القدم الإفريقية، مشهودين له بالكفاءة، مشهودين له بالتبصر، مشهودين له أيضا بالحكمة. أتصور على أنه في مكافأة جلالة الملك بهذه القلادة الجميلة جدا، قلادة التميز الرياضي، هي رسالة أرسلتها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لكل قادة الدول الإفريقية، تناشدهم فيها أن يقفوا إلى جانب كرة القدم، لأن هي المصعد الحقيقي الذي يمكن أن يرتقي بشباب القارة، الذي يمكن أن يطور شباب القارة، الذي يمكن أن يحقق أحلام شباب القارة. وقد شاهدت وقد استمعنا بإمعان إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى حفل التتويج، حفل جائزة التميز، وقد كانت ملأة بعبارات بالقيم وأيضا بالعبارات التي توجز كل هذا الذي قلته، من أن الرياضة هي مرفأ يجب أن يصل إليه شباب إفريقيا ليحققوا طموحهم، ليحققوا أحلامهم، وهذا ما فعله المغرب. لأنه في النهاية الإنجازات التي تحققت لكرة القدم الوطنية، خصوصا أنا أتكلم على كرة القدم الوطنية ليس فقط في سنة 2022 ولكن على مدى عشرية كاملة. من بدايتها كانت الإنجازات على مستوى النوادي الوطنية في المحافل الإفريقية، على الارتقاء الكبير لكرة القدم النسوية اللي كتحقق في وقت قياسي، زمن قياسي، وصفت إفريقيا والوصول إلى كأس العالم كسابقة تاريخية. أيضا منتخبنا لكرة القدم داخل القاعة الذي يتسيد كرة القدم العربية والإفريقية. صحيح. كل هذه الإنجازات لم تكن أبدا وليدة صدفة، ولكنها كانت انبثاق لرؤية ملكية سامية. أذكر وتذكر معي ويذكر معي المشاهدون على أننا وضعنا لبناتها الأساسية سنة 2008 غداة المناظرة الوطنية حول الرياضة، عندما تحدث صاحب الجلالة بلغة الواقع الذي لا يعلى عليه ولا يتم الارتفاع عليه ولا المزايدة فيه، من أن رافعات أي تنمية رياضية، رافعات أي إنجاز رياضي، ولطالما أن المغاربة شغوفين بكرة القدم وعاشقين لكرة القدم، ويتمنون دائما أن تكون منتخباتهم ونواديهم صانعة للسعادة، أن هذه الرافعات وهذه الثوابت تم وضعها بإحكام. وأعترف على أن مساهمة صاحب الجلالة في تثبيت هذه الرافعات، خاصة ما يتعلق بالدعم المادي واللوجستيكي، كانت حاضرة بشكل كبير جدا لتختصر علينا الطريق. وفي النهاية الإنجازات هي تعبير على قدرات وممكنات الشباب المغربي، وهذه الرسالة التي نريد أن نوصلها إلى أشقائنا الأفارقة. صحيح. وقالها الملك في رسالته بأن الشباب الأفريقي قادر على الخلق والإبداع، وهو ما تجلى في إنجازات الكرة المغربية في السنوات القليلة الماضية. وأعتقد أن المناظرة الوطنية في صخيرات يعني شخصت الداء، ولكن أيضا أعطت وصفة الدواء التي كانت بالفعل، وقد بدأت بعد ذلك مجموعة من المشاريع وأيضا الرؤى، وانتقلنا بعدها إلى عالم الاحتراف خاصة على مستوى الكرة الوطنية في بدايات عهد علي الفاس الفهري على ما أعتقد. صحيح. والقانون 3009 وغيره من الأمور. انتقل إلى عمان معك معتصم يونس. معتصم، لديك بسم الله ما شاء الله أيضا خبرة في مجال الإعلام الرياضي، ويمكن أن تقيس على تجربة المملكة المغربية مقارنة بتجارب أخرى. أعتقد أن المال ليس بالضرورة أن يصنع النجاح لأمم تسعى للتطور في عالم كرة القدم، ولديك يعني أمثلة على مستوى القارة الآسيوية، التنينات الآسيوية غير ذلك، الصين، اليابان وكوريا الجنوبية تترنح بين إخفاق تارة وإنجاز تارة أخرى. واليوم
حين ينظر الأفارقة إلى المغرب كنموذج ويكرمون بجائزة التميز الملك محمد السادس، كيف تنظرون أنتم عن بعد بعيون أجنبية للتجربة المغربية في عالم الرياضة على وجه بشكل عام، ولكن على وجه الخصوص عالم كرة القدم وما تحقق في السنوات الأخيرة للكرة المغربية؟ بكل تقدير واحترام وحتى سعادة لما قدمته الكرة المغربية والرياضة المغربية على مدار عقدين من الزمن. ما شاء الله سي بدر الدين تحدث عن الكثير من الأمور والتي لربما نتفق سواء كانت عيون أجنبية أو عيون محلية. هذا هو واقع الحال. الرياضة المغربية تسير بنهج ثابت وبشكل مستمر ومستقر من نجاح إلى آخر على جميع الأصعدة، سواء كان فئات عمرية أو منتخبات أولى أو حتى خبرات وقدرات تنظيمية. الرياضة في المملكة المغربية بعهد جلالة الملك محمد السادس تسير منذ سنوات نحو القمة والتتويج في كأس العالم في قطر 2022 بالحلول في المركز الرابع. هذا الإنجاز هو يعبر عن مجهود سنوات وعقود من العمل، من التنشئة، من التطوير، من الصبر والاستثمار في العقول الرياضية وفي الكثير من مكونات الرياضة ومكونات هذه الثقافة الرياضية لخلق جيل جديد قادر فعليا على المنافسة. وبصريح العبارة المملكة المغربية الآن أصبحت تتعامل مع الرياضة كأنها صناعة، كأنها إرث، كأنها جزء من تاريخ هذه المملكة، لأنها ترى وتباهي نفسها وتباهي بأفريقيا أمام العالم بأسره. ماذا قدمت هذه الرياضة؟ بكل تأكيد فخورين بكل ما قدمت المملكة المغربية، وألف مبروك لجلالة الملك هذه الجائزة المستحقة، حفظ الله الملك. وبكل تأكيد أمنياتي لكم دوما بمزيد من التفوق والنجاح والاستمرار والاستقرار. الكثير من الأمور فعليا ترفع لها القبعات حصلت في الرياضة المغربية في العقود الماضية، وبكل تأكيد هي رسالة للكل يتبعها وليسير على نهجها في كيفية صقل شخصية مجتمع بأكمله، منظومة بأكملها، الشعب بأكمله يبحث وعاشق ومحب ليس فقط لممارسة اللعبة بل للمنافسة على المستويات، وأن يكون حاضر بين كبرى الدول التي لربما تسبقنا بعقود في الرياضة، ولكن قادرين على المنافسة بحول الله. نعم. من خلال المملكة المغربية ومن تبعها بكل تأكيد. جميل. أشرت إلى نقطة هامة وهي الثقافة التي ترسخت عبر كسر حاجز المستحيل بالنسبة للكرة المغربية سواء أندية أو منتخبات، ولكن ذلك لم يتأتى إلا أكيد برؤية متبصرة وبنى تحتية على أعلى مستوى، وأيضا توسعة رقعة الممارسين. ولعل اليوم الرسالة التي كانت أيضا بمضامين هامة وهامة جدا كان فيها نوع من المفاجأة. تلك المفاجأة كانت سارة، ويتعلق الأمر باللحظة التي قال بها السيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة، وهو الذي تلا رسالة صاحب الجلالة بأن الملك محمد السادس قرر أن يدخل المغرب غمار منافسات كأس العالم 2030 رسميا بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال. نحن نعلم بأن المغرب ترشح رغم الإخفاق في نيل كأس العالم 2026، ولكن التأكيد بعد بعض المنابر الأجنبية الأوروبية تحديدا التي تحدثت عن هذا الملف المشترك يأتي على لسان عاهل البلاد. بعد ذلك نرى بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية يرحب بهذه الخطوة ويقول بأنها نقطة إيجابية للمضي قدما في هذا الملف. نرى بأن رئيس الوزراء البرتغالي يسير على ذات النهج ويرحب بتلك الخطوة التي ستكون ما بين قارتين سيقدمان أفضل ما لديهما للعالم أجمع في مونديال بإذن الله نتمنى أن يكون استثنائي. هذه الخطوة اليوم أعتقد أنها سي بدر مختلفة تماما عن حتى الخطوات الأولى التي كانت في عهد الراحل الحسن الثاني سنة 89 حين قرر أن يدخل المغرب غمار منافسات تنظيم كأس العالم 94. الخطوة الثانية التي كانت في 98. بعد ذلك اليوم نحن أمام 6 محاولات. هل ترانا واقعيا أقرب إلى احتضان المونديال ليكون لأول مرة يعني مشترك ما بين قارتين أوروبا وأفريقيا؟ أتصور زميلي نوفل على أنه العبقرية التي تحدث عنها جلالة الملك في رسالته وقال على أن هذه الجائزة هي تكريم للعبقرية الإفريقية، عبقرية الشباب الإفريقي، قبل أن تكون جائزة ملك متبصر برؤية ثاقبة. أتصور هذه العبقرية هي التي حضرت أيضا في ختام وديلت هذه الرسالة الملكية الجميلة، وهي تنبئنا بهذا الخبر الجميل. كان كثير من بعض منا يتوقعه، ولكن كنا بحاجة إلى من يعطينا التأكيد الرسمي على أننا سنكون أو سنسير أو أن الإنسانية ستسير نحو ترشيح أو نحو ملف أنا أعتبر على أنه ملف رومانسي، ملف جميل، ملف
يحمل في طياته أشياء جميلة عن الماضي المشترك داخل حوض متوسطي. أعتقد على أن كان هو عاصمة الإبداع العالمي على كافة المستويات، الثقافية، الفنية، السياسية، اكتشافات الرياضية. الجغرافية طبعا، واكتشافات وعصر الأنوار، وقل ما تشاء. وقل ما شئت، وأيضا مشتركات على مستوى المصير. ثم أيضا هو ملف سيضع أخيرا اللبنة الحقيقية أو الجسر الفعلي ما بين قارتين، قارة إفريقيا وقارة وسيعطي أوروبا. أيضا تلك العبقرية التي قالها الملك محمد السادس بأن تلك القارة الأوروبية بإسبانيا أو البرتغال والمغرب بعمقه الأفريقي سيقدمان أفضل ما لديهما للعالم لتكون كأس عالم استثنائية. طبيعة الحال. والآن يعني ما عاد ممكنا أن نتحدث على كأس العالم مجرد منافسة رياضية على ملاعب التباري. لا، كأس العالم اليوم هو تمظهر للعادات، للتقاليد، للموروث الثقافي، للموروث الحضاري. صحيح. وهي أيضا إرث مستدام. يعني عندما تبحث على تنظيم كأس العالم في هذه التشاركية الجميلة، أنت تبحث على مستقبل مشترك تبنيه على قاعدة منافسة رياضية، بحيث أن كل من سيأتي في حال ما إذا استقر العالم على هذا الرأي وقال بأنه يجب أن نحتفي بكأس العالم في مئويته الأولى، بأن ننظم هذا الكأس بهذه الخصوصية. صحيح. الجميلة جدا. سأعود لك وأرى الحظوظ ربما، وإن كان هذا يعني أمر بعيد مستقبلا، ولكن لا ضرر ولا ضرار أن نستشرفه. ولكن قبل ذلك معتصم، يعني كيف تلقيتم خبر إعلان المملكة المغربية برسالة ملكية سامية قرأت هناك في كيغالي الرواندية عن ملف مشترك يجمع المغرب بالبرتغال وإسبانيا؟ تعلم قوة كرة القدم هناك، البنى التحتية التي هي على أعلى مستوى، ولكن في نفس الوقت أيضا كما راهن الجميع على قطر وأنجحت مونديال استثنائي، المملكة المغربية أرض للرياضة، للإبداع، للإمتاع، لجماهيرية كرة القدم، وأيضا للبنى التحتية الراقية. لا نقول فقط ملاعب، ولكن وسائل تنقل، مقرات إقامة، ملاعب تدريب، مستشفيات ومراكز صحية على أعلى مستوى. وبالتالي نحن بانتظار بإذن الله نسخة استثنائية. كيف تلقيتم هذا الخبر؟ بكل سعادة نحن سعداء لترشح المغرب بمعية إسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030، ولكن في ذات الوقت لابد من الإشادة والحديث بكل وضوح وواقعية بأن أي نعم هناك الكثير من الأمور والقواسم المشتركة في هذا الملف الثلاثي المشترك، والذي يظهر العمق الاستراتيجي في منطقة الأورو المتوسطي وجميع أوروبا وأفريقيا وحتى البعد العربي في التواجد في هذا الملف والترشح. ولكن لابد من النظر لماذا المغرب برفقة إسبانيا والبرتغال. المغرب تمتلك البنية التحتية عالية المستوى في المجال الرياضي، المغرب تمتلك قدرات تنظيمية عالية، تمتلك الخبرة، المغرب تمتلك شبكة مواصلات، تمتلك الكثير من الأمور القادرة على احتضان الكثير من الاستضافات أو البطولات واحتواء كافة الأعداد القادمة. لديها الاستقرار الأمني بكل تأكيد، ونقطة مهمة وحساسة للغاية وهي العلاقات المميزة التي تمتلكها الرباط مع كافة دول العالم. ولا تنسى، وهي وجهة نظر شخصية لا أعتقد بأن هناك أحد يختلف معي فيها، بأن أيضا تواجد المملكة المغربية برفقة إسبانيا والبرتغال في ملف الترشح، والكل يعلم بأن الترشح لكأس العالم 2030 سيشهد منافسة شرسة بكل تأكيد. هناك محاولة استجداء الكثير من الأصوات الإفريقية لهذا الملف لكي تنجح في التنظيم وفي كسب الرهان والذهاب إلى نيل حقوق وتنظيم وشرف تنظيم كأس العالم 2030. بالتالي الكثير من الإمكانيات، الكثير من الممتلكات التي تمتلكها المملكة المغربية هي ما ستضيف قوة لهذا الملف المشترك. كان بإمكان إسبانيا والبرتغال أن تترشح لوحدها، ولكن هي تعلم جيدا ماذا تمتلك المملكة المغربية وماذا ستضيف من قوة في هذا الترشح الثلاثي المشترك، وتعلم حجم المنافسة الشرسة في ملف 2030، وتعلم العمق الاستراتيجي والكثير من الامور التي ستكون ايجابيه. ولا ننسى بكل تاكيد بان المملكه المغربيه ترشحت في 5 مرات سابقه، اي نعم لم يحالفها الحظ، ولكن بحول الله سيكون الملف ناجح وقوي ومشترك ومتناغم، وتكون اخبار ساره وسعيده لمواكبه النجاحات والانجازات للرياضه المغربيه والقدرات التنظيميه الان باحتضانه العرس العالمي في 2030 ما بعد النسخه المقبلين عليها بحول الله بعد 2026 هناك في كندا، امريكا والمكسيك. باذن الله. في رسالته الى المحتفين هناك بكيغالي قال الملك محمد السادس بان طموحي لا يضاهيه في جوهره سوى طموحي من اجل القاره الافريقيه. واعتقد اننا اليوم
يعني حتى هذا المونديال وإن ترشحنا في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، فنحن نترشح باسم أفريقيا، باسم الجنوب، باسم جنوب المتوسط الذي لطالما كانت لديه تلك الصورة النمطية بأنه مصدر للهجرة وبأنه مصدر للتخلف وبأنه مصدر للا أمن والاستقرار وللضعف الاقتصادي. اليوم أن تدخل غمار منافسات الكبار، أنا أعتقد أنه اليوم نادي الكبار الذي نتواجد فيه كمملكة مغربية هو إشارة إيجابية حتى للدول الأفريقية الطامحة من أجل مستقبل أفضل، وسبقتنا بذلك جنوب أفريقيا على اختلافنا معها في بعض الأمور، ولكنها أنجحت نسخة 2010. وبالتالي اليوم بعد تقريبا عقدين من الزمن ستعكس أفريقيا وجها مشرقا آخر عبر بوابة كرة القدم التي أصبحت محركا للاقتصاد، معززة للهوية والانتماء، وأمور كثيرة جدا قد تثبت بأن المملكة المغربية بالفعل هو ذلك الجسر الذي يربط ما بين القارتين، ما بين حوض المتوسط في شماله هناك في القارة العجوز وجنوبه في القارة الأفريقية. زميلي نوفل، بلا مزايدة، بلا رياء وبلا تنطع أيضا، المغرب دائما ما يعبر في إبداعاته وأيضا في مساعيه نحو طلب الأشياء الكبيرة جدا إلا ويفكر في إفريقيا. صحيح. بمعنى أنه كل المنجزات وكل المبادرات وكل الرؤى لها خلفية إفريقية، وقد لاحظنا هذا الأمر في كثير من التمظهرات وفي كثير من الأحداث التنمية، في التعليم، في المناخ، في قضايا مختلفة. لا نحتاج إلى أن نقيم دليلا على أن المغرب بتوجيهات يصل إلى القارة الإفريقية، إلى عمق القارة الإفريقية. شفت الترحيب البارح في كيغالي؟ طبعا. حين ترى رؤساء الاتحاد الأفارقة، ترى أيضا من شمال أفريقيا، نتحدث عن ولد يحيى، عن هاني أبو ريدة، عن هاني بوريدة، يعني الكل ترحيب منقطع النظير الكل. وأنت تعرف جيدا على أن مكافأة صاحب الجلالة بهذه الجائزة، جائزة التميز الرياضي، لها بعدان لا يتعارضان ولكن يتوازيان. البعد الأول البعد الوطني، ماذا حققته الرؤية الملكية للرياضة الوطنية لكرة القدم الوطنية، ثم البعد الآخر ماذا حقق المغرب لقارته الإفريقية، خاصة عندما دخلنا في إطار الشراكات، تفعيل هذه الشراكات، عدم تركها حبر على الورق. أكثر من 40 جامعة أو 40 جامعة، وشاهدنا في عز الأزمة التي ضربت الإنسانية في بإصابة كورونا، وجدنا أن المغرب يستقبل أشقائه الأفارقة، ينظم لهم مباريات على أرضه، ولا يزال إلى اليوم. وحتى هو يعني في إطار الجولتين القادمتين لتصفية كأس أفريقيا سنستقبل منتخبات إفريقية. نفعل هذا بدون مزايدة، بدون رفع. قالها الملك في رسالته: البنى التحتية المغربية رهن إشارة القارة الأفريقية. قالها ونذكر ذلك جيدا في المناظرة الوطنية حول البنى التحتية. صحيح. التي أقيمت في المغرب. هذه التناظرات أيضا التي أقامها المغرب، هذه اليد الممدودة للمغرب لعقلنة وتدبير وحسن وإجادة الحوكمة على مستوى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. قالها بالأمس أيضا لرئيس الاتحاد الأفريقي موتسيبي حين قال له بأنك يعني بما معناه أصلح الهيئة التقريرية للاتحاد الأفريقي. صحيح. دعني أعطي دقيقة لمعتصم يونس وأختم معك في الدقيقة الأخيرة. معتصم، حظوظ المملكة، ملف المملكة مع إسبانيا والبرتغال أمام تشيلي، الباراغواي، الأوروغواي، الأرجنتين، اليونان ومصر والسعودية على ما يقال، هذه الملفات الأبرز. بحول الله ستكون حظوظ كبيرة هذه المرة، وبحول الله يوفق المملكة المغربية وإسبانيا والبرتغال بمعية الملف وبمعية المملكة المغربية في هذا الترشح، لأن بصراحة المملكة المغربية بحاجة لمكافأة كبيرة أخرى على الصعيد التنظيمي باحتضان العرس العالمي، منافسة شرسة في 2030. ولكن بحول الله وأمنيتنا بالتوفيق لهذا الملف وللمملكة المغربية، وألف مبروك عليكم، وأمنيتي لكم دوما بدوام الازدهار والاستقرار والنجاح والتفوق بحول الله. شكرا جزيلا لك معتصم يونس الإعلامي الأردني، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من عمان. شكرا جزيلا لك سي معتصم. شكرا جزيلا لكم سي نوفل، تحياتي لك ولسي بدر الدين الأدريسي ولجميع متتبعي والعاملين في ميديا آن تي في. فرصة سعيدة كما العادة التواجد برفقتكم. شكرا لك سي بدر الدين. كسؤال أخير، حلم قريب من التحقق في ظل الملفات المنافسة؟
وهل يمكن أن ننسى الشعار الذي لطالما حملناه وكان من أول حملة أو من أول ملف في الترشيح: حلم قارة ومشروع أمة. أنا أعتقد هذا الشعار ما زال قائما اليوم، يأخذ بعدا جديدا. أتصور على أن المغرب أضاف لرصيده الكثير من النقاط منذ آخر منافسة على تنظيم كأس العالم، نقاط متمثلة في الإنجازات الرياضية، في البنى التحتية التي تتنامى يوما بعد ولكن آخر. هناك رسائل ملكية من أجل العمل. لابد لا يعني اليوم لا بديل إلا أن تلعب مع الكبار. من لديه نوايا، من لديه قدرات ضعيفة، أول شيء يترك المكان لغيره. أول شيء تكلمنا عليه بعد أن زالت عنا حالات الفرح والابتهاج مما خلقه الفريق الوطني، أننا تكلمنا على استدامة النجاح. صحيح. واستدامة النجاح لا يمكن أن تكون، أو استثمار الإنجازات لا يمكن إلا أن يكون بالعمل، العمل في العمق ومواصلة العمل كما قال صاحب الجلالة في رسالته السامية. صحيح. العمل بتواضع وأيضا باحترام للقيم، قيم ديال الأمل وقيم ديال الحلم.